مرحبا بكم متابعينا الكرام في أخبار المغرب الحصرية وأبرزها: السفير الفرنسي كريستوف يخلق ضجة بالرباط. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش دعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبارنا المغربية. وفي تفاصيل الخبر، قال السفير الفرنسي في الرباط كريستوف أن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب لا تلزم أبدا فرنسا، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها. وقال كريستوف لمجلة في عددها الصادر نهاية الأسبوع أن قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا، مؤكدا بقوله: نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا، والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة. وشدد على أن الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين. وأقر البرلمان الأوروبي في 19 يناير توصية غير ملزمة انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة المغربية، مطالبا السلطات باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام وضمان محاكمات عادلة لصحفيين معتقلين. كما وضح البرلمان الأوروبي في التوصية عن قلقه نتيجة الادعاءات التي تشير إلى السلطات المغربية وقد تكون ورشة برلمانيين أوروبيين. واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الحسن حداد الأسبوع الماضي أن جزء من الدولة العميقة الفرنسية يقف وراء تبني توصيل أوروبي. وأشار إلى أن رئيس مجموعة رينيو، وسط ليبرالي في البرلمان الأوروبي والفرنسية، ستيفاني جورني، وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية، دور كبير جدا. وقال من مهندسي القرار: وسبق أن نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي أزمة مع المغرب، أن البرلمان الأوروبي يمارس صلاحيته بشكل مستقل. ومن جانب آخر، أكد السفير الفرنسي نهاية أزمة التأشيرات مع المغرب والعودة إلى الوضع السابق، موضحا أنه أرسل إلى الرباط لطي الصفحة. وكانت فرنسا قررت في شتنبر 2021 تخفيض التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررا ذلك برفض بلد لاستعادة المهاجرين غير النظاميين. وتسبب ذلك في أزمة بين الحليفين التقليديين، قبل أن تعلن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين أثناء زيارتها للرباط في دجنبر نهاية أزمة التأشيرات والعودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة. نشكركم على المتابعة مشاهدينا الكرام.